قضية اليوم من القصص الواقعية، وقصة اليوم حقيقية وقعت سنة 2004 مع الفجر. رجال الشرطة جاوهم بزاف ديال البلاغات اللي كيقولوا بأن واحد الشاب سقط على الأرض وبين فيه ميت، وحتى واحد من هاد الناس اللي قدموا البلاغات ما قدروا يقربوا ليه. هنا رجال الشرطة غيمشيو لعين المكان مرفوقين بعناصر من الشرطة التقنية والعلمية، وغيمشيو لمسرح الجريمة. المعاينة الأولية للضحية كيبان بأنه في العشرينات من العمر ديالو، وكان مضروب في الراس وفي الصدر بشي حاجة حادة. البوليس لما كانوا كيفحصوا مكان الجريمة كانوا مجموعين عليهم الناس، وحتى دوك الناس اللي اتصلوا وبلغوا بالجثة ديال هذا الشاب. هنا غياخدوا صور الحادثة وغيرسلوا الجثة لمستودع الأموات باش يديروا لها تشريح ويعرفوا سبب الوفاه ووقتاش وقع هذا الشيء. المهم هذا الشاب ما كانش عنده حتى وثيقه اللي كتبين الهويه ديالو. هنا البوليس بقاو على فرضيات ان هذا الولد ربما تعرض لاعتداء بدافع السرقه، اولا المجرمين اللي قتلوا هذا الولد هذا بالعاني غبروا الهويه ديالو باش ما يتعرفش، لان الا تعرفت الهويه ديالو نقدروا نوصلوا للقاتل، لان غالبا القاتل كيكون كيعرف الضحيه مزيان. في بدايه البحث كيبان بان الضحيه يلاه مشي 3 السوايع او 4 السوايع باش مات، وكان مضروب بواحد الضربه في الخلف ديال الراس ديالو بشي حاجه صلبه، وحتى انه مضروب في القلب ديالو بشي اله حاده. البلاصه اللي لقاو فيها الجثه كانوا مجموعين فيها بزاف ديال الناس، وحتى دوك الاشخاص اللي قدموا البلاغات لرجال الشرطه. واحد فيهم كان عساس على الباركينغ، والشخص الثاني كان عساس على واحد الموبل، لان في ذاك المشروع كانوا بعض الشقق سكنيه يلاه كيتبناو، والبعض الاخر كانوا مسكونين. اما الشخص الثالث كان عنده واحد الحانوت ديال التشكلايت كيبيع الزريعه وشي تويشيات اخرين. هنا البوليس سولوا الناس اللي كانوا مجموعين تما واش شي حد فيهم كيعرف الهويه ديال هاد الضحيه، ولكن حتى واحد ما تعرف عليه وباينه ماشي ولد المنطقه. هنا البوليس غاديين يبداو يحطوا فرضيات وسيناريوهات على كيفاش وقعات هذه الجريمه. في البدايه استنتجوا بان اللي قتل هذا الشاب هذا ما غيكونش شخص واحد، لانهم لقاو بزاف ديال البقع ديال الدم بعاد على مكان الجثه بشي 15 متر، يعني هاد الضحيه مات في مكان وتجر بلاصه اخرى اللي تحط فيها، وهذا الشيء ما يمكنش يديروا شخص واحد. زائد انه كان مضروب بشي حاجه صلبه خلف الراس ديالو ومضروب في القلب ديالو بطعنات كثيره، يعني هاد الضحيه تعرض للهجوم من طرف على الاقل جوج ديال الاشخاص. المهم بقاو كيقلبوا وكيفحصوا مزيان مكان الجريمه، غيلقاو واحد الحجره اللي فيها الاثار الدم واثار ديال الشعر ديال راس الضحيه، وكيتاكدوا بان هذه وحده من الادوات السلاح اللي تنفذت بهم الجريمه. هنا رجال الشرطه غيسولوا دوك الناس اللي قدموا البلاغات بحكم الخدمه ديالهم كيكونوا فايقين في ذاك الوقت. سولوهم واش ما بانش ليهم شي حاجه غريبه. قال لهم داك العساس ديال الباركينغ اللي سميتو مجيد: انا سيدي كنت كندير التور ديالي في الباركينغ حتى كيبان لي طايح وغارق في الدماء ديالو. سولوه على الوقت مع شافو، قال لهم سيدي انا شفتو مع جوايه ديك 3 ديال الصباح. وهما يسولوا واحد اخر اللي كانوا ملقبينه بالقربوز، قال لهم سيدي انا عساس على السيكتور الفوقاني، وراه صونا ديال مجيد قال لي بانه لقى شي واحد ميت، وراني جيت كنجري مع ديك الربعه ديال الصباح، وانا نشوف واحد الشاب طايح جنب واحد السور ديال واحد العماره اللي يلاه كتبنى، وانا نصوني عليكم. هنا البوليس غيسولوا مول الزريعه على شنو شاف. قال لهم اسيدي انا راه ما شفت اما سمعت اما والو، انا راه كنت خدام في الحانوت ديالي حتى جا عندي بوشعيب قال لي بان شي ولد راه مقتول جنب العماره، وبانه ما عارفش كيفاش يتصل بالبوليس، ولا نتصل بكم علمتكم. هنا غياخذوا من عنده العنوان ديال الدار ديال بوشعيب، لانه ما كانش مع دوك الناس اللي كانوا تما. ملي غيمشيو للدار ديال بوشعيب كيدقوا حتى حد ما كيحل عليهم الباب، وكان تما واحد العساس اللي غيقول لهم بان بوشعيب مع ديك الوحده ديال الليل هز حوايجو كاملين وهز مراتو وولادو ورجع للبلاد. هنا البوليس خداو العنوان ديال البلاد اللي ساكن فيها هاد بوشعيب، والشكوك كامله دابا كدور عليه، لانه ربما هو القاتل ديال هاد الشاب. يعني ماشي صدفه تعلم مول الزريعه بالجريمه وتمشي تهز حوايجك وتهرب. البوليس بداو كيقلبوا على مكان بوشعيب، وفي نفس الوقت كيقلبوا على شي واحد اللي يقدر يتعرف على الضحيه، لان من اللباس اللي كان لابس كيبان على انه صباغ وانه كان خدام تما في دوك العمارات. ولكن ملي كانوا كيبحثوا في دوك العمارات وكيوريو الناس الصوره ديال الضحيه، حتى واحد ما قدر يتعرف عليه، وهذا كيبين بان داك الشاب ماشي ولد ديك المنطقه وما خدامش في ديك المنطقه.
هنا غيبقاو يتوجهوا لواحد البلاصه اللي سميتها الموقف، اللي هي واحد النقطه اللي كيتجمعوا فيها بزاف ديال الحريفيه، وكيبقاو جالسين تما حتى كيجي شي بريكول وكيمشيو يخدموا فيه، وكيخدموا كل نهار بنهارو، كيقلبوا وكيوريو الناس الصوره ديالو، على الله يتعرف عليه شي واحد. هنا غيوصلوا لواحد الموقف، كاين واحد مول بصاره تما كيفطروا عنده الناس، وكيفطروا عنده اغلبيه دوك العمال اللي كيكونوا غادي الخدمه ديالهم. تما غيقدر يتعرف عليه مول البصاره لانه كان كيفطر عنده ديما، وكان كيدير معاه الكريدي. قال لهم بانه سميتو ابراهيم، وكان قبيح واحد شويه وكيتضارب بزاف، وكان كيتفلى بزاف على البنات. سولوه على العنوان ديال دارهم، قال لهم بانه كان مخلي عنده شي سيفي وفوتوكوبي ديال لاكارت ديالو. خداوهم من عنده وتوجهوا للعنوان ديال هذا ابراهيم، بلغوا العائله ديالو بالنازله، وسولوهم واش ولدهم كانت عنده شي عداوه مع شي واحد. قالوا لهم والديه بان ولدهم كان كيتضارب بزاف، يعني تقدر تكون عنده عداوه مع اي واحد. في هذا الوقت رجال الشرطه قدروا يوصلوا العنوان ديال بوشعيب، اعتقلوه وداوه معاهم للمركز ديالهم، وبداو معاه التحقيق. كيفاش انت بلغتي بجريمه وهربتي؟ قال لهم اسيدي انا راه كنت في العماره اللي انا خدام فيها، خرجت غادي عند القلناي باش نمشي نجيب الكارو. شويه في الجناب ديال العماره حتى كيبان لي هذا الشاب، وكانوا معاه جوج ديال الرجال او واحد البنت، وهذا كان طايح وكانوا كيضربوا فيه، وكان الغوات بالجهد. انا ملي شفتهم اسيدي مشيت جهتهم، جا عندي واحد منهم وكانت يدي حامره بالدم، وقال لي سير في حالك وما تخاف من والو. انا تخلعت ومشيت في حالي، وهذا الشيء كان مع 11 ديال الليل. المهم مشيت وبقيت حاضيهم من بعيد، داز واحد 10 ديال الدقائق، جيت نطل كنلقاهم مشاو، وهاد الشاب شدوه وجروه ولحوه هنايا وكان ميت. انا يلاه جاي دابا من العروبيه شي 15 يوم، يلاه خدمت، مازال ما عارف والو، وما عندي لا تليفون لا صحاب لا والو. خفت على راسي وخفت على وليداتي اللي يمشيو يتعداو عليا او لا شي حاجه. صافي مشيت قلت هذاك العساس والعساس الاخر ومول الزريعه، هما اللي بعدا شويه هنايا معروفين وقدام والناس كيعرفوهم مزيان. وانا راه خفت صافي وانا نهرب مشيت في حالي، انا راه خفت، راه ما عارفش انا راه ما قاري ما والو. المهم البوليس احتفظوا ببوشعيب تحت الحراسه النظريه، وعاودوا اتصلوا بدوك الناس اللي قدموا البلاغات ديالهم. قالوا لهم بان بوشعيب هو اللي علمهم بالجريمه من 11، ولكن علاش كل واحد فيكم قال وقت مختلف؟ ها اللي قال شافوا مع 3 ديال الصباح، ها اللي شافوا مع 4، وبوشعيب علمكم مع 11. يعني شنو وقع؟ اش قالوا لي؟ قالوا لي شوف سيدي راه ما عندنا ما نخبيو عليك، حنا راه فعلا راه جابوا شعيب علمنا مع 11، ولكن حنا راه خفنا لا يمشيو هذوك المجرمين يرجعوا يتعداو علينا ويتكرفتوا علينا، واللي يقدر يقتل واحد راه يقدر يقتل جوج، وحنا راه ما عارفينش، وبقينا كنخمو شنو غنديروا شنو غنديروا شنو غنديروا. شويه وحنا نتفقوا باننا غنتسناو حتى يكونوا الناس غاديين للجامع يصليو، وبعد ديك الساعه راه غيكونوا الناس غاديين بزاف، وغادي نعلموا البوليس حنا راه خفنا لا تلصق فينا التهمه، وفي نفس الوقت خفنا لا يرجعوا هذوك يتعدوا علينا. في هذا الوقت هذا خرج تقرير ديال الطبيب الشرعي اللي كيقول بان سبب الوفاه كان هو الطعنه اللي جات في القلب وقطعت الوريد وسببت ليه نزيف داخلي اللي ادى للوفاه ديالو. ووقت الوفاه كان ما بين العشرة وال11 ديال الليل. وهذا الشيء اللي كيأكد الروايه اللي قال بوشعيب واللي قالوا دوك العساسه. ومع البحث المعمق معاهم ومحيط الجريمه وبالاساليب البوليسيه ديالهم، اكتشفوا بان فعلا بوشعيب ودوك العساسه الاخرين ومول الزريعه ما عندهم حتى علاقه بالجريمه، وداك التصرف اللي داروا طبيعي بسبب الخوف ومن باب الجهل في الامور اللي خاص يديرها الانسان في حاله ما شاف شي جريمه او لا حضر لشي جريمه. فهنا طلقوهم مشاو في حالهم، ولكن بداو في مسطره جديده اللي هي خاصهم يعرفوا شكون هاد جوج الشباب وديك البنت اللي كانوا مع ابراهيم. رجال الشرطه في وقت قصير قدروا يوصلوا لواحد المعلومه مهمه اللي كتقول بان هاد ابراهيم كانت عنده علاقه مع واحد البنت سميتها عائشه، وكتسكن قريبه من المنطقه اللي توجدات فيها الضحيه. بعض الشهود كيقولوا باسبوع قبل من وقوع الحادث شافوا ابراهيم هو وهاد عائشه، وكان واقف معاهم خو عائشه وراجل خوت عائشه. هنا البوليس غيبقاو يبحثوا حتى غيوصلوا للعنوان ديال هذه العائله. ملي وصلوا للعنوان ديال هذه العائله خداو اذن من النيابه العامه
باش يفتشوا ليهم المنزل ديالهم على غفله. النيابه العامه عطاتهم الموافقه توجهوا العنوان ديال هذه العائله، وغيقولوا لهم بان عندهم امر بالتفتيش. فعلا غيدخلوا يفتشوا الدار، وملي غيفتشوا مزيان غيلقاو البسطام ديال ابراهيم عندهم في الدار. هنا غيعتقلوهم وغيديوهم لمركز رجال الشرطه، والتهمه ثابته عليهم. غيعرضوا الصور ديالهم على بوشعيب اللي غيتعرف على الوجوه ديالهم، وغيقول لهم ايها سيدي هادو هما اللي كانوا مع داك الضحيه في ديك الليله. هنا رجال الشرطه غيحاصرهم بعده ادله بان ما عندهم باش يفيدهم الكذوب، وغير يعترفوا بالجريمه والدوافع اللي خلاتهم يديروا هذه الجريمه. غادا تقول لهم ديك عيشه فعلا سيدي حنا اللي درنا هذه الجريمه، والسبب انها هي يلاه سكنت تما هي والعائله ديالها مده شي عام، وبانها تعرفت على ابراهيم ووعدها بالزواج، وكانوا دائما كيهضروا في التليفون وكيتلاقاو. مع الاسف الهضره ديالهم في التليفون كانت شويه غير اخلاقيه، وهو كان كيسجل كاع دوك المكالمات والصور والفيديوهات اللي كترسل ليه وكيخبيهم عنده، وهي كانت حسباه غيتزوج بها، ولكن هو كان كيخطط لحوايج اخرين، غير بغى يضحك عليها كيف ما ضحك على بزاف د البنات اخرين. هي شافت بان ابراهيم سوقو خاوي وما غيتزوج بها ما والو، فقررت تقطع العلاقه ديالها معاه، ولكن هو رفض وبدا كيهددها بالتسجيلات اللي شاد عليها، وطلب منها واحد المبلغ كبير ديال الفلوس باش يمسح دوك التسجيلات، والا ما عطاتوش الفلوس غادي يشوهها وغادي يفضحها. هنا ما كان من عيشه غير توجه لعند خوها وتعاود ليه شنو واقع. في نفس الوقت كان راجل اختها عنده سوابق اجراميه في الدار، وحتى هو سمع كل شيء وسمع شنو كاين. اتفقوا باش يديروا واحد الخطه انهم يستدرجوا ابراهيم وتقول ليه بان غادا تعطيه الفلوس. فعلا اتصلت به قالت ليه شوف راني وجدت لك الفلوس، غادي تجي لعندي جهه العمارات اللي في البلاصه الفلانيه مع ال11، وغادي تجيب معاك كاع داك الشيء اللي انت مسجله، وانا راه غادي نجيب لك الفلوس اللي طلب شي. المهم جا ابراهيم المكان اللي اتفقوا عليه، جات عايشه بوحدها، خوها وراجل اختها كانوا مخبين من بعيد. ملي تلاقات هي وياه قالت ليه شوف هنا القضيه عامره، غيمشي يشوف لنا شي واحد ونولوا في المشاكل، اجي نهبطوا لديك البلاصه اللي خاويه ونتفاهموا. بما انها كانت غير بوحدها ابراهيم ما شك في والو، مشى معاها جيت واحد العماره خاويه ومظلمه. واحد شويه تما غادي يخرج خوها وراجل خوتها، غفلوه وضربوه بحجر راسو. ملي طاح بقاو كيشتفوا عليه وكيضربوه بالجنوي في صدرو. خداو البسطام، داو التليفون، داو الفلوس، خداو التسجيلات وكل شيء، خلوهم مرمي تما ومشاو في حالهم. هنا تهمه ثابته في حق هاد الثلاثه المجرمين اللي تعرضوا امام انظار النيابه العامه، اللي قالت الكلمه ديالها في الحق ديال هذه الجريمه ديال القتل مع سبق الاصرار والترصد. البنت تحكمات ب 30 سنه، والاخ وراجل خوتها تحكموا بالمؤبد. العبره من هذه القصه هو فعلا ابراهيم يستحق العقاب، حيت هذا الفعل اللي دار ماشي ديال الرجال، باش واحد بنت بالزواج وتبقى تفلى عليها، فماشي من شياب الرجال هاد التصرفات الصبيانيه. وفي نفس الوقت الاخ ديال عيشه ورجل اختها هاد التصرف اللي داروا غلط، لان ملي الاخت دخلت العائله ديالها في هذا المشكل فكان اي تصرف كان خاصو يكون عقلاني وقانوني. فكنصيحه الشباب ما تطمع حتى بنت بالزواج وانت في النيه ديالك انك تفلى عليها، لان الذنوب شيء كيخلصهم شيء، ومن النيه ديما كيربح. فانتوما شنو رايكم في التصرف اللي دار ابراهيم مع عائشه؟